مرحبا بكم في قناتكم بكي كرة، حيث نتابع جديد الكرة الجزائرية. في الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى صدمة كبيرة لجماهير شبيبة القبائل وهزة أولى للمدرب جوزيف زيمباور. مولودية وهران تقدم واحدا من أفضل عروضها هذا الموسم وتسقط الكناري بثنائية نظيفة وسط أجواء مشحونة ومثيرة في ملعب ميلود هدفي. نرجع لتفاصيل المباراة ونستعرض أسباب الخسارة الأولى للشبيبة وكيف تفاعلت الجماهير وماذا قال زيمباور الغاضب بعد اللقاء. شوط أول متزن شد وجذب لكن انتهى بدون أهداف. في الشوط الثاني تغيرت المعادلة تماما، ففي الدقيقة 52 مولاي يمرر كرة جيدة لعوجان حيث استلم هذا الأخير وسجل أول أهداف يعلن التقدم لمولودية وهران وسط فرحة هستيرية في المدرجات. والختام كان مسك ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة للمولودية. بوخلدة يتقدم بكل ثقة ينفذ على طريقة بانيكا هدف ثاني يؤكد الانتصار ويطلق صافرة الفرح في المدرجات الحمراء. الفوز هذا رفع رصيد مولودية وهران إلى 7 نقاط وصدارة مؤقتة بكل جدارة. من جهة أخرى أزمة الشبيبة مستمرة، خسارة أولى بعد تعادلين وتجمد في النقطة الثانية. المركز الثالث عشر بعيد كل البعد عن الطموحات. المدرب جوزيف زيمباور لم يخفي غضبه بعد اللقاء. الشبيبة القبائل ليست فريقا يرضى بالتعادل أو الخسارة. المباراة القادمة ضد اتحاد العاصمة ستكون الفرصة الأخيرة لتدارك الوضع. أنتم ما رأيكم في أداء الشبيبة؟ وهل ترون أن مولودية وهران جاهزة للمنافسة على لقب هذا الموسم؟ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد عن الدوري الجزائري.